عنده 20 قداش 20 عام نفقه دوره ما عطوهوليش 20 سنه نفقه راقده مرقدينها النفقه باع الكرهبه كاميون كرهبته كاميون وبيعهم لبس عليهم باع فروشه ذراريه تاع النوم شرتهم بنتي وانا عاونتها فيهم شرتهم بنتي وعاونتها فيهم بس هي ما تطلعش على القاع باعهم تخاف منه كثر مركب لها الرعب كنا مثلا تسمعوا كلام ولا تعملوا حاجه نقول لك يعني لولا الجمعيه اما هو بحقنا ولا كيفاش صعيب برشا مخو خامج في الوليداتهم وحقرهم ودليلهم يعمل خرطه في رقبته ويرتاح الناس الكل. علاش انت اليوم معناها حكيت هكا وقلت هكا؟ يعني اما معناها عندها علاقه الحكايه بحياتك الشخصيه؟ عندها حياة بنتي رجل معذبها 20 عام نقصوا فيها 20 سنه 20 عام نقصوا فيها وما لقيناش حقنا نلقاو عند ربي. معناها من ناحيه شنو حاجه يعنف فيها مش قاعد يصرف على اولاده شنو يعنف وما يصرفش ويبيع كل عملهم اي كل عملهم 20 سنه يعني 20 سنه وما خلناش حق في الحاكم طلع حقنا نلقاو عند ربي. اليوم القانون مع المراه يعطينا ما فهمناش في وردانين ما فهماش حاجه ما فهماش. شكيتوا انتم شنو شكينا ما خلينا ما عملناش كل جمهوريه شكينا عملنا كل عريضه شيء ما فما شيء. كيفاش ما فما شيء؟ ما عيطولوش؟ نمشيو للشرطه هاتوا نبحثوا له تو نجيبوه ما فما شيء. ما جابوهوش ما نسمع ما فماش هو مش موجود. عنده 20 قداش 20 عام نفقه دوره ما عطوهوليش 20 سنه نفقه راقده مرقدينها النفقه واحنا حنين وحنيها ذرينا اللي نجوعوا وما يشبعوا. ولاد بنتي ربي يفضلك ليهم. انت اليوم معناها مسؤوله على قداش من عند قداش صغير؟ 5 صغار. هو فرط في 5 صغار 5 صغار وامهم 20 سنه ما ينفقش عليهم جمله. يعني يرجعها يضربها هكاك ما لقيناش حق حصل في الحاكم. خاطر القانون هنا مجله الاحوال الشخصيه تحمي المراه تحمي صغيرات تعطيهم نفقتهم. حقوق المراه كل ما فماش عندنا احنا ما فماش حقوق المراه ولا العنف كله ما فماش في بلادنا في وردانين ما فماش. اقول لك انا لبس عليه يقى روحه زوالي تحت رجلي. هو ربما تكون عنده معارف كيفاش يعني معناها القانون ما يحميش امراه معنفه 5 صغار ما صحابه عنده صحابه معناها انت ترجح هنا حاجه انه فما ايادي تخليه ما ينفقش على صغاره وحتى القانون مش قاعد يحاسب فيه. نمشيو للنفقه نعطيوها تستنى بنتي تقعد وتروح تقلق بالمشي والجاي تقلق تسلم 20 عام هيك 20 عام ما ايستش حاجه معناها ما زلتوا باش طالبوه ذريري ما نحبوش نحرموهم من بوهم صغار ما نحبوش نسطروا ما نحبوش نظهروا ولا بوهم يعملوا مثلا يقعدوا ينتقموا من بوهم يكرهوه ويقعدوا يدعي الشر بوالدين خاطرياش احنا مصريين نغزوا البعيد وهو يقصدوا برجليه. معناها دخلتوا بالصلح حاجه حبيتوا يرجع لعائلته ولصغاره ألف حاجه عمل هي لها ورجع عليها وعلى خاطر الذريري خاطر ال5 صغيرين خاطر صغار حتى احنا ما نجمناهمش كبروا تو ولاد توما 17 عام 17 عام جاوني ولاد نهار ولاد جمعه هكا جاوني عايشين عندك حاجه. عندي بنتي تو قلت لك البو الا ما يحنش على وليداته يعمل خرطه في رقبته ويرتاح الناس الكل. هو البو اساس الدار واللي هو يلم العائله. هو علاش والدين علاش بو باش يحمي وليداته باش يرعاهم يقولهم مستقبلهم في قدر المستطاع طبعا مش بالضروره مش حتى بكلمه الحلوه طبعا يصلح لك وليد يرجع منك اكيد صالح صغير فهمت لي يقضيهم وليدته باهين يقضيوا يتقالوا قصيهم يضرب فيهم يزيد عليهم يسبهم مرمدهم قدام الناس ما مدوش ماذا بيا صوتي تبلغ الناس الكل خليه يسمعني الشيخ حدثت علي. ان شاء الله صوتك يوصل طبعا حتى للسلطات لانه هنا امراه ب5 صغيرات لا يزي انه مهمله مهملها لا يزي يعني يوصل يصرف عليها اني وابوها
ذراريه هما ما ناكل يعني كما هم يشبحوا، كما هم كنشبعهم ساعات ناكل فضلهم. فهمت علي؟ لكن انت تتمنى طبعا انه تكون بنتك في دارها. فماش ام تحب بنتها مرمده، فماش ام تحب بنتها مش متهنيه، كلهم تحب بنتها متهنيه. حتى بلا مش يكذب الفدا فين احنا حتى خبزهم هي تلقاها متهنيه وهي رجلها وليدياتها مستقنعين. اما هذه تخدم في كلها شهريتها ويضربها ويهينها كلها مزايد. بنتي هيك مش متاعو كاكا سلط علينا ربي كاكا ما نعرفوش. قدمت حاجه على الزواج هذايا؟ اني وقت اللي جاني مش يخطبني قلت ما نعطيش يظهر لي كلهم مجرم، يعني حست بيا قلت له ما باش نعطيه يظهر لي كلهم مجرم. قلت هي حبته وحبوا بعضهم. هو الكلمه سمعها قلت تغشش عليا من الاول وبعد رضخ. قلت مش من الاول مش حبت. انت ما كنتش حابه؟ مش حبت ما قدرش من الاول ظهر لي هيك حسيت بيها اللي هو مش عادي. فهمت؟ وطلع فعلا انه هو مش في المستوى. هكا انا قريته احساس نتاعي طلع صحيح. ما عندكمش عليه خبر حاجه وين موجود؟ يتصلش باولاده حتى هاتي في يناديهم خاص. تعرفش عمل المره هذيا باع الكرهبه كاميون كرهبته كاميون وبيعهم لبس عليه هو باع فروشه ذراريه تاع انه شرتهم بنتي وانا عاونتها فيهم. شرتهم بنتي وعاونتها فيهم بس دراهم يخش على القاع باعهم لهم 3 فروشه نتاع نوم وغزلتهم. باع البنت النو باع الغسيله كل بنتي تخدم هو اللي يحصوا يحطوا في كل شيء للبال على الشراب يحاوس في الوتله ويحاوس في البارات. معناها هو عايش حياته وولاده قاعدين يجوعوا. عايش لبس نقولوا بين ظفرين هما عندك انت ربي يفضلك ما يروحوش يجوعوا، لكن المفروض الناس تعرف ورده اللي الكل تعرف اللي ذراري ما نحبش نسلم فيهم. ذراري باعوا لهم الكاميون نهارين هذوما عندي فرده بعتها وامها عندها حنا اخذنا لهم قرض ويبكيوا على الكاميون ما يرقدوش على الكاميون يبكيوا هبط لهم كاميون حنا هبط لهم كاميون تعاوننا عليه هبط لهم. هم مازالوا صغار هما باش يبردوا نهارهم مشي على الكاميون وكيبهم باش يبيعوا باش يكونوا به رواحهم وليداتهم صالحين مش كيفوا. ولادي صالحين يا ربي الحمد ولادي صالحين صالحين يعوضوك ان شاء الله يعوضوا ميمتهم وميمتهم زيد على اني مسموحين ما شاء الله بنياتي انا ما قعدتش في راجل تخاف وليداتها. هو شنو علاقتهم بوهم؟ يحبوا يمشيوا لبوهم ولا ما نشدهمش يمشي وحدهم ما نشدهمش خاطر حرام عليا من سلت رحم بوهم اني بنت حرام يمشيوا لبوهم يبات واحد ياكل شيء ما يعطيهم شيء لا يشري ما يعطيهم حتى شيء. حاجه شنو الاسباب ربما والمسببات نتاع المشاكل هذه كيفاش بدات؟ يعني 20 سنه ونحكيو على 5 صغار اكيد فما علاش بدات المشاكل؟ عينيه محلوله ملولو كيفاش واحنا مش مفيقين بيا يعني كيفاش حاجه عينيه محلوله؟ يمشي للبار يمشي مع بنيته يعني عنده حياه اخرى. بنتي عملها للضرب ولا الفلوس تعاونوا برا والذراري اني ما تعرفش وجهني صغيراتي كبروا كل شيء نحبوهم يحميهم نحبوهم يحن عليهم نحبوهم يرعاهم نحبوهم يقول لهم ماشيين ولا باش تقعدوا ولا يمشوا للقهوه يتفقدهم يمشوا للشارع يتفقدهم. انت مش تحميهم وليديه الاب مهمه جدا صحيح توصل اذا كان شباب خدوا ضايع راه مش لا من الحاكم لا من حتى شيء من بو سيس البو هو العمده للصغار المدرسه الاولى البو باش تقول له بقى ما تمشيليش البقعه كي ما تقعدش تحذق فيها ديما تراعيه ولا هو يفهم. فهمت ولا لا؟ اما مش يمشي هو يقعد ساعه بالجمعه ما يروحوش يمشي يخرج يخليهم ما يعرف عليهم شيء. هو الام والبو اساس تربيه صغير وانهم يعيشوا في عائله متوازنه، لكن دائما سلطه الاب مهمه جدا لانه هي ترضع الصغير. خليني نقول فرحينه اذا كنت عايشه شوي فرحينه ونحمد ربي كي بنيتي قطمه وباها ربي يفضلكم هذا هو المهم. وليداتي طلعوا صالحين والله الحمد لله ان شاء الله ربي يعوضوا له يعوض. قداش عندك توا حاجه؟ هذه عايشين عيب هما يعيشوا عندك هما في دربوه السيدي وضرائف ساكن فيا بيتبرك عنده في الدار بيتبرك ولبس عليا وبيتبرك ولبس عليا بعرف الرزق
يبيع الرزق ويشرب، يبيع الرزق ويطلع معي، يطلع في الوتي في البار حصير. ماذا بك بلغوني خليه يسمعني ليش قلت. طبعا اكيد صوتك باش ما نخافش منه وين خاطريش، اني مش نكذب عليا، ربي شاهد عليا. ما عندكش علاش حاجه باش تكذب عليه، اكيد قاعده تحكي في حصير. الكل. وقت هم كبروا ما قووش له حمي وليداته ذراري قصار مازالوا شكلك ما عمره 17 عام مازال سن مريقه وقت رعايته، وقت ولدك سن مريقه صغير ترفع عليه يطيش ترفع انت تخليه تبات في الشارع بتقعد بجوع ما تراهمش وتجيب هذاك تضرب فيهم. تعيش تضرب فيهم ما تضربهمش يعني كي يضربهم ما نتغشش نحبوش نضرب الدراري. قداش من مره هكا دخلت انت وياه في مناوش على خاطر ولاد بنتك، على خاطر ولادك هما ولادك تتعارك معاه ساعات تقول له ما تمسش ولادي؟ نقول له ما تضربهمش، نقول له فهمهم بشويه ما تضربهم، ما تعارك من عركه واش راني نقول له فهم بشويه ما تضربهمش، فهمهم هم صغار سن مريق صغار. قلت له هاك انت كبير اش عامل له بطط انت هما صغار هما انت فاهمهم بشويه وسياسهم وكان غالطين في حاجه ما تعملوهاش، لكن حاجه ما تمشولهاش، لكن حاجه اعملها فهمهم. خاصه الجيل توا يحب شويه السياسه، صحيح. القوه احيانا ما تجيبش معاه، ما يحبوش القوه جيل توا. اللي توا ذري بنتي توا حذايا نبص فيهم ونحمل فيهم، وليدي انت ما شكل حاجه ولا وليدي هان مينتك هان حناينتك تعبت عليكم ربيتكم يسمعوا كلامي حنين عليك حاجه يحبوني نحبهم عناياكم ربي يفضلك ليهم ويفضلهم لك. وماذا بك وصل لي صوتي اكيد صوتك باش يوصل، احنا نقولوا ان شاء الله ربي يهدي. خلي كلمه ما معوش اصلح. لا ما شاء الله عليك حاجه، وهذا حقك انه انت تدافع على بنتك وعلى اولادك ما شاء الله. 5 صغيرات والله اني بنتي توا كبرت مسخ فيا كالصغار، خاصه انه هي ما عودتش حياتها، شافت صغيراتها وحياتها معناها نغزر بقيه كشبه بها راعيها كشبه مع حاميها كشبه يشري لها كيفاش نغزر نلقى بنتي كعكه يوجعوني كالصغيرات يوجعوني بصراحه. قرايه ما قراهمش ما باش يقريهم، الطفله تقرا تخفي صاحي كزميله تاكل طريح قراو زي في الليسي حتى لا تروس يحكيوا شوف واقف على الطفل هكا تروح طريح جاهل مخه مريض حصي وكل ما قراوش ما حطمهم الذري كل حطم الذري البنيه عرست الكبيره البنيه الثانيه خشت المعمل باش يقريهمش قدام الناس يقعد يشد مرماتها ما عملاش اي بنيتي عاقلين عليهم كنت مزيانهم وهو مش عارف قيمه صغاره هناك بنيتي رب تو يجي نهار ويعرف قيمتهم ويعرف انه غلط في حقهم. توا بنتي عندها هذا 5 شهور غضبانه توا وهو في دارهم توا امه توفات مشيت بنتي قلت لها سلت رحم امشي لحميتكم حنيهم اما اني ما مشيتش خاطر وجع لي بنيتي وضربها وما عملت كنت تظلمه ولا تعمل له حاجه تخاف منه كنت مركب لها الرعب. كنا مثلا تسمعوا كلام ولا تعملوا حاجه نقول لك اني لولا الجمعيه اما هو بحقها ولا كيفاش صعيب برشا مخه خامج وكان من احسن يعمل خرطه في رقبته يرتح الناس الكل اللي متعبهم بالاخص يرتحني يعني انت قلبك ويجعك برشا بالاخص يرتحني ولا بالحق تعبني حتى في كان نحكي لك اش عمل لا حتى بالحرق انا حرقها كنا في الفرق تحبني تحرقها هذه عنف حرقها حتى فيه معناها نية انه يقتلها ربما او كيفاش هو بن عروسه زين بن عروسه 3 مرحله خشت معناها وفي غيب حرقها ما حسن حرقها وجاني في العشيه قال لي بنتك تحرقت قال فرق قلبي يقص لي راسي واش خاصك يعني الحكم يسمعني كبير ربي يسمع ان شاء الله حرقها نهار تخدم في خشة المعمل خلصت 305,000 قلت يا ماما اخذت 305,000 باش نخبيهم نجمل من طار بهم دراريه هتوام هذوم هي في الثانيه مروحه من المعمل طلبت وقت جيب لي خبزه باش نفطروا الذراري بعث لها خبزه مع امه واخوه وهما الذراري خدمت الروضه
خدمة الروضة درنا قدم طير المي زو توام هذوما صغيرة 4 سنين خاصة بهم بيت البار وتغسل لهم بعث الخبزة مع أمه ومع خوه زمروا بالكاميون ذا اللي سقط الله حضر الأول خرجته واخذين الخبزة أمه تعرفش اش قالت مشات لولدها قالت له ساعة واحنا نزمروا بالكاميون ما باش تطلع لنا على حاجة تافهة جي سكران خد ضربها وعاركها ودبس الدنيا كب عليها وشعل البريكية شعلتش هي وبانو متاع مي في بيت البانو ديما فارغ نهار تعبته وهي بيديه بانو نظيف حبيته كي حبيته تفض بيه روح مشي نفخت مشي الفارماسي جاب لها الدواء وجاب امه ولا عملت المشكل هي مت نهارين ما وصلتش كلمه مش بيه مت نهارين يوم تروح عليها ترفع سلطه تروح هذه الكلمه ذي دماغ نحيوه تروح عليها ولدها توامه هذوما واحد منهم راها جي قال لي انا بابا دبوسه بريكيه خبزه كلامه مقطع قلت له شنو المشكله اللي بدي تابع ابن متوحي خلينا نمشي نعلم الشرطه هزت له الشرطه عمل له محضر دخلوا للبيرو واحد عمل له محضر قلت له فقت ابن عروس خط في غيبوبه هي قديش كيف فقت ابن عروس تحت راسها هددها قال لها كنت تقول علي ونحرق ذراري ونحرق روحي خافت نزلت عشكيه حق ضيعته باه باش ياكل صوابعه وبرشا عبيه توا فاهمين اللي حرقت روحها وهي ما يحرقش هو حرقها ما اني قلت لهم الا حرقها في الدنيا هذه شنو تحرق في اللي يخرى ربي ياخذ لها حقها هي معناها تحت وطأة التهديدات نتاعو انه ينجم يحرق صغيرات نزلت على حقها خافت تصل حقها لكن هي قد برا رجعته ما عندها حتى شيء كيف تعرفي هو يضربها مره قديمه مره وحرقني والنار تشعل ما تشعلش قال لي قديمه ما هو ولا حرقني هو ربما حاجه زاده مستغل نقطه الضعف نتاعها انه تخاف على صغيراتها برشا نقطه الضعف نتاعها واحنا نتنازلوا كلا مشكله اني ما صدقتوش انا هو حرقها ما دخلتش لمخي كانش من بعد كيف حتى قلت كي عمل المحضر ولدها وناديها الحاكم الحقيقه في المحضر نتاع ولدها صغير شد وكل شيء ولده معناها قالت لي لغاوها الكلمه قالوا طفل صغير ما فهمنيش لي هو حرقها وتلمت الحكايه وخرج هو منها كسر يقولوا لي مزهار ديما اني ديما نحب نفرق قلبي كنجي مرحبا بك حاجه ان شاء الله تاخذ حقها بنتك ان شاء الله ربي يفضلك انت الصغيرات توصلش سعيد ان شاء الله صوتك باش بربي اكيد ان شاء الله نرجع لك رالي ولا نرجع ديما نجي يعني كل 15 يوم هني انت من وين اصلك حاجه بنتي تو بنتي هذيا ندوي فيها الحرقه ولا ندوي فيها على كل 15 يوم نجي لهنا انت وين تعيش مش في تونس انا في وردانيه في الوردانيه هاي ولدت المسي كل 15 يوم هنا نجيو عندها توته هنا كل مركز بتاع توته تاع التجميل ندوي فيها الحرق انا وحرق هو عمره ولا علاقه مش هوني ربي يقويك يعطيك الصحه والله نقول له دمار قواني انا اتعدى على راسي بالحق قواني الدمار قواني اخبر وليداتي الكل يعني عندي 5 بنات وعندي وليد عايشك وليداتي الكل كيف وليداتي اما بنتي هذه تعذبت الكبيره هذه عذبها رجلها بنيتها كي لبس عليها رجلها وليدها حليل وباهي الحقيقه كانش هذا تعبني ربي يهدي ان شاء الله تتحل المشكله اما ان شاء الله نقول ان شاء الله ربي يهديها ولا يديها على الاقل لك الصغيرات يعيشوا في امان ما يبقاش مشقشبهم هو يضرب فيهم هو يقعد قدام الناس يضرب يكش عليهم يسب فيهم مجودر مش بو هذا بو هيك شلتها ما انت حمل وبوس وهاول الفلوس وحتى تسلم هو مجودر